العالم يا برو مليان أماكن غريبة ومميزة جدا، لدرجة إنها ممكن تبان إنها أماكن مش موجودة غير في القصص. بس الغريب إن في ناس فعلا عايشة في الأماكن دي. ما تيجوا نشوف. ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة الجديدة فأنا سايب لك اللينك في الوصف. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمد حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. لو شفت المعبد المعلق اللي قدامك ده هتسأل نفسك ازاي الناس زمان قدروا يبنوا حاجة متعلقة زي دي، ومتعلقة حرفيا على منحدرات صخرية عمودية بالشكل ده. الطريقة كانت بسيطة جدا، نحتوا فتحات في الصخور ودخلوا عوارض خشبية كبيرة لدعم المعبد، وده خلاه ثابت لأكتر من 1500 سنة. المعبد ده محمي بشكل طبيعي من المطر والصخور وحتى من الفيضانات. تفتكر أليسا بطلة فيلم فروزن ممكن تكون زارت المدينة دي؟ مثلا الفندق ده مصنوع بالكامل من 500 طن جليد متاخد من نهر تورون. الفندق ده مش بس فندق، ده تحفة فنية بتمتد على مساحة 6000 متر مربع، وفي حوالي 55 غرفة نوم. والمفاجأة إن تصميم الفندق بيتغير كل سنة، يعني كل مرة تزوره تحس بإحساس جديد ومنعش. المكان ده مزيج عبقري بين الفن والطبيعة والإبداع، وبيخلق تجربة ما تتنسيش. تفتكر البلاستيك اللي بنرميه ممكن يتحول لجزيرة؟ ريتشارد سوا، مهندس بريطاني، شاف حاجة في الأزاز البلاستيك الفاضية محدش شافها غيره، وقدر يحولها لجزيرة. الجزيرة دي مبنية على 150 ألف إزازة بلاستيك محطوطة في شبك ومتغطية بطبقة من التربة، وجذور الشجر بتربطها مع بعض. ريتشارد استغل الطبيعة بطريقة عبقرية، عامل فرام بالطاقة الشمسية وحمامات من الأصداف البحرية. والأغرب إن الجزيرة نفس فكرة المركب، ويقدر يمشي بيها لأي مكان بيحبه. أوجاشيما في اليابان موطن لأكتر الناس شجاعة في العالم، وده لأنهم عايشين على حافة بركان نشط. الجزيرة الصغيرة دي بيسكنها حوالي 200 شخص بس، ومعزولة في وسط المحيط الهادي، وعلى بعد أكتر من 350 كيلومتر من طوكيو. بس اللي بيميزها فعلا هو إن الجزيرة فيها بركان مزدوج، يعني بركان صغير جوه واحد أكبر. رغم جمالها وتميزها فالمكان خطير، لأن البركان العملاق ده ممكن ينفجر في أي لحظة. لكن لحد ما ده يحصل المكان ده هيفضل أفضل واحة هادية بعيدة عن العالم. أما سيلاند فهي أصغر دولة في العالم، فيها 27 شخص بس، ومساحتها قد ملعبين تنس. المكان ده كان حصن بناه الإنجليز في الحرب العالمية التانية، وبعدين سابوه سنة 1967. الرائد السابق روي بيتس استولى على الحصن وأعلنها دولة مستقلة. حصلت مشاكل كتير بينها وبين بريطانيا، بس في النهاية بريطانيا معرفتش تسيطر عليها لأنها خارج مياهها الإقليمية، وبالرغم إن عندها علم وعملة إلا إنها لسه مش معترف بيها كدولة. في وسط ناطحات السحاب في تشونج تشينج في الصين في هيكل أفقي فريد من نوعه اسمه ذا كريستال. وبيمتد بطول 300 متر وبارتفاع 250 متر. مش بس بيربط بين ناطحات السحاب، لكنه كمان فيه مرافق وخدمات كتير. المكان ده رمز للإبداع والتقدم في الهندسة المعمارية الحديثة. هل كنت تتصور إن في مبنى بيرقص؟ ده مش خيال، دي الحقيقة. البيت الراقص اتصمم على ضفاف نهر فلاتيفا في براغ عاصمة التشيك، مبنى مثير للجدل بشكل كبير. مصنوع من 99 لوح خرسانة،
كل واحد فيهم ليه شكل وحجم مختلف، وفوق المبنى فيه هيكل معدني ملتف. والمبنى بيحتوي على مكاتب ومطاعم وغرف عرض ومركز مؤتمرات، وعلى السطح فيه تراس بيوفر إطلالات رائعة على الإبراج. البيت الراقص بقى واحد من أهم المعالم السياحية في العالم، والناس بقت تجيله من كل مكان. وفي هولندا في قرية اسمها جسرون، ما فيهاش طرق ولا عربيات، هم يدوب شوية مراكب. القرية دي بيسموها فينيسيا الشمال، ومشهورة بالقنوات والجسور اللي فيها، ولو جيت بالعربية هتضطر تركنها بره القرية وتكمل مشي أو بالعجلة أو بالمركب. أما البيت الملتوي في بولندا المعروف باسم البيت المخمور، فده مش نتيجة عاصفة ولا حاجة، ده تصميم فريد اتعمل في 2004 مستوحى من القصص الخيالية. الجدران الملتوية والنوافذ اللي شكلها غريب بيخلوا المبنى يبان كأنه بيتحرك، بس الحقيقة انه معمول من خرسانة معززة قوية جدا. وفي الصين من حوالي 13 سنة حصلت موجة تطوير حضاري ضخمة، وفي مدينة غوانزو كان في بيت ملك واحد، ولما الحكومة قررت ان البيت فيه طريق هيمشي مكانه رفض يمشي بسبب ان الشقة البديلة كانت بتطل على مشرحة، بس المطورين اضطروا يعدلوا تصميم المشروع عشان يكملوه، والمكان ده بقى واجهة مشهورة جدا في المدينة، والموضوع ده اتكرر في أماكن كتير في الصين. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.